سلام بنات، مرحبا بكم اليوم في ابيسود جديد من البودكاست ديالنا توك ويز مارو. اليوم الموضوع ديالو شويه سبيسيال. اليوم هو لو 14 فيفري اللي كنعرفوه كاملين لو سان فالونتين. وفي اطار هاد المناسبه هادي شخصيا اكتشفت هاد الحاجه هادي واحد 4 سنوات، واللي هي سولو ديت. دونك في اطار رحله حب الذات، تقدير الذات، لقيت ان مفهوم السولو ديت هو الموعد الغرامي الفردي اللي كدوزيه مع راسك وكتخصصي وقت لراسك وكتخرجي فيه مع راسك وكتستمتعي مع راسك. صراحة طبقت هاد العادة مع نفسي والتزمت بها، وليت كل فترة خاصني نخرج مع راسي ونعطيها معاملة وذكريات زوينة وسبيسيال. هادشي عاوني بزاف نقوي علاقتي مع راسي كتر وكتر، وساعدني نعرفها بعمق كتر. واليوم غادي نشارك معكم افكار السولو ديت انا طبقتها، وممكن حتى انت نحفزك باش تبداي تخرجي مع راسك وتقربي من ذاتك اكثر وتبغيها اكثر وتهتمي بها كل يوم. فيلا نبدا. واول فكره هي انك تعرضي على راسك على عشاء. غتمشي لشي مطعم كيعجبك، مطعم سمعتي عليه اراء زوينه، وغادي تطلبي شي اكله اللي انتي كتعجبك بزاف، وكلا كتعجبك، وغادي تجلسي وغادي تستمتعي بها بوحدك وغادي تستمتعي بالتجربه. يمكن شي بنات تجيهم هاد القضيه هذه في الاول غريبه وتحسي براسك غريبه شويه جالسه بوحدك والناس يقدروا يبقاو يشوفوا فيك، ولكن ثقي بيا غادي تولفي مع مرور الوقت، غادي تولفي تبقاي تعطي هاد القيمه لراسك، وتستمتعي بلحظات بينك وبين راسك ما يشاركك فيهم حتى شي واحد. هكا كوني اكيده انك غادي تطوري حب الذات ديالك وغادي تطوري علاقتك مع راسك وغادي تزيدي تعرفي راسك اكثر. بالنسبه للفكره الثانيه وهي الورد، اكيد يمكنش نقولوا عيد الحب وما نقولوش ورد، مع انه الورد ماشي عنده ديما واحد النهار اللي هو سبيسيال ولا واحد المناسبه اللي هي سبيسيال. الورد ديال ديما، الورد خاصو يكون واحد الحاجه اللي ديما كناخذوها لراسنا، وماشي بالضروره تكون شي مناسبه، هو مناسب لكل نهار. وردة تقدر تفرحك بطريقة خيالية بلا ما كتجيش كتصوريها. انك تاخدي وردة لراسك غادي تحسي بواحد الاحساس اللي هو زوين بزاف، وهذه عن تجربة عاوتاني شخصية. فاش كتاخدي وردة لراسك كتحسي بحال راسك هداها لراسك. عرفتش فهمتوني ولا لا؟ مي فريمون ملي كتهدي لراسك الورد كتحسي بواحد الطاقة زوينة، وهذه واحد الحاجه اللي خصكم ضروري 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 تجربوها. هدي لراسك الورد وما تسنيش الورد يجيك من عند شي حد اخر. ثالث فكره وهي انك تشري شي حاجه باغاها اولا من بين الامنيات اللي باغا تحققها. عندك كتكون عندك واحد لا ليست، كاملين كتكون عندنا واحد لا ليست ديال شي حوايج حاطينهم حسب الاولويات مرتبينهم، وشي حاجه اللي حنا باغينها بزاف كنقولوا ديما ماشي وقتها ماشي وقتها، خليها تكون شي مناسبه. فانا غنقول لك هذه هي المناسبه باش هذيك الحاجه اللي كنتي كتمناي تشريها، هذه هي المناسبه باش انك تفرحي راسك وتشريها. هكذا غادي تكوني فرحتي راسك، وقولي ديما بلي انا كنستاهل هذيك الحاجه وبلي خاصني نكافئ راسي. هنا ما تصوريش شحال غادي تحسي براسك فرحانه بزاف ملي غادي تشري هاد الحاجه هذه، وغتكوني فرحانه انك كافئتي راسك وفرحتي راسك وجازيتي راسك على واحد التعب اللي كتعبيه كل نهار، على ود حياتك، على ود المستقبل ديالك. وكتجي في هاد النقطه هذه وكتكاسي شويه لا روتين وكتفرحي راسك بهاد الطريقه. كوني اكيده ان هاد الطريقه هذه زوينه بزاف وغادي تفرحي بها راسك بزاف. رابع فكره وهي انك تهتمي براسك وتدلعي راسك. هاد النهار هذا لو 14 فيفري، وكل نهار انا غادي نقولها وغادي نعاود نقولها، حب الذات ما عندوش نهار واحد في السنه اللي خصنا نحتفلوا به، ما خصنا نحتفلوا به كل نهار. والاهتمام براسك وتدلعي راسك وتكوني كيف ما كنقولوا حنايا تفشي راسك هي واحد الحاجه اللي زوينه بزاف. وفي هذا النهار هذا غادي تختاري نهار كامل، سواء لو 14 فيفري سواء من مورا سواء من بعد منه، اختاري انت النهار اللي بغيتي وغيكون نهار كامل
وغادي تخصصيه فقط للعناية براسك. واحد الحمام زوين، غادي تمشي تغدي راسك، صوبي شعرك، صوبي ضفيراتك، مانيكير، بيديكير، سوان دو فيزاج. انا هادشي كنديرو بيني وبين راسي، وكنحس براسي فرحان بزاف. كنحس براسي كتكون عندي واحد الطاقه جميله بزاف. فالاهتمام ديالك براسك وانك دير لي راسك في بحال هاد المناسبات غادي يزيد يقوي من الثقه ديالك في راسك، غادي يزيد يقوي من الحب ديالك للذات ديالك، وانك تعرفيها وتعرفي قيمتها اكثر واكثر. خامس واخر فكره، وهي انك تختاري واحد النهار وتمشي فيه للسينما وتختاري شي فيلم، سواء فيلم رومانتيك، فيلم كوميدي، اورور، ساينس فيكسيون، اكشن. كل وحده فينا وشنو الميول ديالها. غادي تختاري ان فيلم وغتدخلي تفرجي فيه بوب كورن وغتجلسي بحال كيف ما حنا كنقولوا ديما كنشوفوا هاد ديما في الريزو سوسيو، romanticize your life. خلي الحياه ديالك رومانسيه. بحال هاد الافكار هادو كيخليو الحياه ديالك تشوفيها من واحد النظره، من واحد لونغل، من واحد لو بوين دو فيو اللي زوين بزاف. وكوني اكيده الى جربتيها غادي تولي ديما باغا تحاولي وباغا تعاودي تجربي حوايج جداد وتجربي افكار جديده، دي زافونتور جديده مع راسك، باش تزيدي تعرفي راسك اكثر، تزيدي تفرحي راسك اكثر، وتقوي كيف ما كنقول ديما حب الذات ديالك وتقدير الذات ديالك اكثر. بهذا كنكون وصلنا لنهايه البودكاست ديالنا اليوم. هادو كانوا 5 ديال الافكار ديال سولو ديتس انا جربتهم وكنصحكم فيهم. هادو افكار للناس اللي سينجلز كنعاود نقولها، وحتى الناس اللي مزوجين او الناس اللي في علاقه. حاولوا انكم تخرجوا مع راسكم وانكم تكونوا بعادين على هذيك لا روتين ديال انكم تكونوا بجوج ديما. كتخليكم انكم ريكونيكتي مع راسكم. وديما بغيت نذكركم بلي ديما ان هاد عيد الحب هذا وكل نهار ذكروا راسكم باللي شحال كتبغيو راسكم وشحال راسكم عزيزه عليكم. وعيد الحب ماشي ديما كيكون للعشاق، ما انما هذه فرصه باش انك تحتفلي بحبك لراسك، تهنئي راسك على التعب اللي كتعبيه كل نهار في طريق السعي ديالك للاهداف والاحلام ديالك. وكنتمنى ان هذه الحلقه هذه ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش البنات الجداد سبسكرايب ولايك لا فيديو، خليوا لي كومونتير باش يوصلكم كل جديد. وإلا بغيتوا افكار جداد لدي زيبيزود جداد خليهم لي في لي كومونتير. كنبغيكم بزاف. باي باي.